السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنستكمل الجزء الرابع والأخير من قصة يوسف عليه السلام. فهو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. احنا كنا وقفنا في الجزء اللي فات عند سيدنا يوسف عندما دخل السجن ودخل معه فتيان، وفسر لهما الرؤيا، وقال إن أحدهم سيخرج ويسقي الملك خمرا، والآخر سوف يصلب وتأكل الطير من رأسه. وفعلا خرج الاثنان. فقال سيدنا يوسف، وقلت لكم الخطأ الذي وقع فيه سيدنا يوسف في الجزء اللي فات. الخطأ اللي وقع فيه إن هو طلب من الذي علم أنه هينجو من الساقي اللي هو سيكون ساقيا للملك مرة أخرى. طلب منه أن قال له: اذكرني عند ربك، وربك هنا يعني الملك. أنا مسجون بقالي فترة دون جرم ودون حاجة، فقال له: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يبقى كلمته دي إن هو نسى إن هو يتوكل على الله، وطلب من البشر أن يعني يفكوا كربه ويفكوا سجنه. فيقال إن السنين اللي قعدها سيدنا يوسف عليه السلام كانت 7 سنوات قضاها في السجن. ففي أثناء الفترة دي قرب نهايتها حلم الملك أو رأى رؤيا أن هناك 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. فراح قال لهم: أيها الملأ افتوني في رؤياي. فقالوا له: أضغاث أحلام، يعني تخاريف، ده مجرد حلم وهيعدي. فالملك ما اقتنعش، يعني فالدنيا هاجت وطلعت ونزلت على رؤيا الملك إنه لا أحد يستطيع أن يفسر رؤياه. فكان بقى من فطانة وشجاعة ساقي الملك عندما علم بهذا قال له: أنا أدلكم على من يفسر لكم الرؤيا ده، بس وصلوني ليه، هو كان معايا في السجن. فالملك قال له: اذهب. فذهب ليوسف عليه السلام، وما عاهدوا عليه من حسن الخلق وتفسير الرؤيا، وإنه كان حتى يخبرهم بالطعام قبل أن يأتي إليهم. يعني أظهر كرامات كتير سيدنا يوسف وهو في السجن. فذهب إليه هذا الساقي، وعندما ذهب إليه قال له اللي حصل إن الملك حلم بكذا وكذا وكذا. فيوسف عليه السلام من كرم أخلاقه إن هو لم يستغل هذه الفرصة وقال له: أنا مش مفسر لكم ألا ما تخرجوني من السجن وجيبوا لي كذا وكذا وكذا. لا، هو نبي وابن نبي وجده نبي وأبو جده نبي، فليست أخلاقه أن يساوم، ما ساومش على طول. قال له: أما 7 السمان هي سنوات هيأتي فيها الزرع بكثرة، وثم تأتي 7 سنين أخرى عجاف يأكلوا ما حصدتم منه. وبالعكس، وكمان يعني اقترح عليه الحل: تزرعون 7 سنين كل ما كان يصلح للزراعة ازرعوا، وتعملوا كذا وكذا وكذا. فشرح له الرؤيا وكيف ينجو من هذا. فذهب الساقي مسرعا إلى الملك وقال له ما قاله يوسف عليه السلام. فالملك قال: ائتوني به، هاتوه. لا، ده هو اللي يعني برد ناري في تفسير الرؤيا. ائتوني به، أنا ما لقيتش التفكير ده ولا تفسير الرؤيا ده من أحد، ائتوني به. وذهبوا مسرعا إلى سيدنا يوسف عليه السلام عشان يخرجه من السجن. سيدنا يوسف، شوف بقى الشمم والكرامة والعزة وأخلاق الأنبياء وأخلاق ولاد الناس زي ما بيقولوا. قال لهم: مش هخرج إلا لما تبرئوا ذمتي. اذهب إلى الملك وأخبره ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. قولوا له بس كده، يعني ادوهم الملك والحشة اللي حواليه، ادولهم السم ده وهم هيفهموا أنا أقصد إيه. فذهبوا فأم جمع الملك النسوة فقالوا: حاشا لله ما رأينا عليه من سوء.
وكانت من بينهم امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. كلهم اعترفوا بأن خلق يوسف لا تشوبه شائبة، وأنه كان على سمو في أخلاقه، ولم يتعامل معهم ولم يرتكب مع زوجة العزيز الفاحشة. وزوجة العزيز قالت يعني أنا يعني برأت يوسف، وعشان حتى يعلم أنني لم أخنه بالغيب، اللي هو زوجها، أن أنا وكان كل الفترة دي مفكر إن هو يعني حصل بينه وبين يوسف وزوجته شيء ما، ولكن هي برأته. خرج يوسف عليه السلام وهو مرفوع الرأس مرفوع الهامة، كرامته ردت إليه، فخرج عليه السلام من السجن، أخذ يترقى في المناصب عند الملك، وأصبحت له سمعة كبيرة في مصر والأمم التي حولها، وخاصة عندما أنقذ مصر من السنوات العجاف. وزي ما قال القرآن كل حب تحصلوه فزروه في سنابله، بس تاكلوا على القد بالظبط. وأخرج مصر والدول المحيطة بها من فترة المجاعة وفترة الجفاف، وابتدت الدول اللي حوالين مصر طبعا الرزق عندها انقطع والجفاف حل، لكن مصر كانت عاملة حسابها. يعني مصر كانت مجهزة نفسها، لأن من فسر الرؤية هو يوسف عليه السلام نبي الله الصالح الفطن. فمصر كانت عاملة حسابها ومخزنة حبوب كتيرة في سنابلها وتحصدها لوقت الحاجة، فأتت الدول المحيطة بمصر تأخذ من مصر ما يكفيها. ويوسف عليه السلام أصبح عزيز مصر، وطلب من الملك اجعلني على خزائن الأرض. وخزائن الأرض هو المنطقة الأرض يقصد بها أرض مصر، المكان اللي تجمع فيه المؤن وتوزع. فأصبح وتدرج في المناصب إلى أن أصبح أكبر رتبة في مصر. طبعا انتشرت أخباره وانتشرت سيرته وعدله بين الناس، فقال كل اللي هيجي كل فرد يأتي بحمل بعير له في العام فقط، يعني كل عام يأتي بمقدار ما تحمله البعير بتاعته. من ضمن بقى الناس اللي جت لمصر عشان تأخذ منها من خيراتها، عشان تعرفوا بس فضل مصر، إخوة يوسف عليه السلام اللي هم 10. طب فين ال11 اللي هو بنيامين؟ رفض أبوه إن هو يبعته معه، خاف عليه أن يغدروا به مثلما غدروا بيوسف عليه السلام، فاحتجز بنيامين عنده. لما دخلوا على مصر عرفهم سيدنا يوسف وهم لم يعرفوه. ليه؟ هو كان صغير وكبر، شكله ملامحه اتغيرت، لكن هم ملامحهم إلى حد ما يعني ما زالت ثابتة، فهو عرفهم وعلم أنهم إخوته، فملأ وأخذ يعني يتحاور معهم إلى أن علم أن لهم أخ ما زال في بلادهم ومع أخوهم ومع أبيهم، وإن أبوه رفض يجيبهم. فقال لهم خدوا. كان نظام إيه بقى التجارة أيامها؟ نظام التجارة هو المقايدة، يعني مش مال سايب، لو معاهم مال بيدفعوا، ما معاهمش بيقايدوا بضاعة ببضاعة. يعني انتوا عندكم أصواف واحنا عندنا الأكل، هاتوا صوف وخدوا أكل، انتوا عندكم حيوانات واحنا عندنا حبوب، وهكذا كان نظام المقايدة. فقال لهم يوسف عليه السلام قال لهم يوسف عليه السلام العام القادم وانتوا جايين تأتوا بأخوكم، وما تيجوا بأخوكم اللي هو الصغير بقى هديكوا حمل بعير تاني، هتزدادوا كيل بعير، يعني انتوا مش خسرانين، ستزدادوا كيل بعير. فلما ذهبوا لأبوهم وحكوا له ما حدث من عزيز مصر، أبوهم ما وافقش، لأن في الأول ما وافقش، يعني قال لهم أأمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أنتوا هاتوا أخونا الصغير يلعب ويرتع وبعدين رجعتوا لي بالقميص عليه دم وقلت أكله الذئب، لا. فقال وبعدين من كتر إلحاح الإخوة عليه وقالوا له سنزداد كيل بعير، يعني هيجي معانا بعير محملة، وهم في الطريق لقوا أن بضاعتهم ردت إليهم، يعني البضاعة اللي المفروض هيبدلوا بيها الأكل هيبدلوا بها ويأخذوا طعام من يوسف عليه السلام قد ردت إليهم. فقالوا يا أبانا بضاعتنا ردت إلينا، وإحنا ما ينفعش ناكل حاجة من غير ما ندفع ثمنها،
فيوسف من هنا وضعهم عشان يتأكد من رجوعهم إليه. فمن قعدوا يلوحوا على أبوهم، فأبوهم طيب أنا هبعته معاكم، بس بعد ما أخذ عليكم مواثيق مغلظة أنكم سوف تأتوني به، وأنكم سوف تحافظون عليه، إلا أن حدث لكم شيء خارج عن إرادتكم أنا هسامحكم، لكن طالما إن الشيء في تحت إيديكم وتحت إرادتكم تردوا لي إلي بنيامين. فقالوا خلاص، وأخذوا على أنفسهم المواثيق الغليظة، وأخذوا بنيامين معهم. طبعا حنية الأب وخوفه على أبنائه، قال لهم يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. طبعا خايف هنا من الحسد، لأنهم 11 ابن من أب واحد، فخاف عليهم. دخلوا كما أمرهم أبوهم من عدة أبواب لمصر، ودخلوا على يوسف. وطبعا يوسف عليه السلام عرف أخوه وأخذ وانفرد به في مكان ما، يعني استطاع أن ينفرد به. فالتاني طبعا يعني في رهبة، إزاي عزيز مصر عايزنا، فقال له لا تخف أنا يوسف أنا أخوك. فطمأنهم، فعلم بنيامين أنه مع أخوه يوسف فاطمأن. فيوسف طبعا في غدر من إخوته، هو مش حاسس بالأمان ليهم برضه. فخلاص جهز رحالهم، وأخذ صواع الملك، وأمر أحد الخدم أن يضع هذا الصواع في رحل أخيه، يعني في الدابة اللي أخوه جايبها مع البضاعة بتاعته. الصواع هو إناء بيشرب منه الملك، إناء كان بيقيس به الحبوب، بيكيل به، مهم حاجة تخص الملك. فخرجت القافلة وودعهم وبالسلام وخدوا حقهم. وبعدين ابتدت القافلة تمشي، فنادى منادى أيتها العير إنكم لسارقون، في حد سرق منكم صواع الملك. قال له احنا عمرنا ما نسرق، ازاي نسرق؟ فبدأ برحالهم، بدأ ان هو يفتش، يعني طبعا مش بيده، بدأ خلى الحراس يفتشوا رحال إخوته، وثم انتهى برحل أخيه فوجد الصواع عنده. طيب الإخوة، طب إزاي ده حصل؟ يعني عاوزين يبرروا نفسهم بقى برضه، شوفوا حتة الغدر موجودة فيهم. قالوا له إن كان قد سرق فقد سرق أخ له من قبل. فبصوا لهم يوسف كده، انتوا شر الناس، والله انتوا شر الناس. قال لهم يعني هيقول ايه؟ يعني غدروا بيه في صغره. الاخ اللي سرق بقى من قبل ده، يقال ان يوسف عليه السلام عده اقاويل فيها. يقال ان هو سرق تمثال كان بيعبدوا الناس وكسره، ويقال انه كان لديه عمه كانت تحبه حبا شديدا، فوضعت اسوره لها في ملابسه حتى يظل عندها، لان كان القانون عندهم اللي بيسرق فجزاؤه هو الجزاء، يعني اللي بيسرق صاحب السرقة يأخذ هذا السارق ويفعل به ما يشاء، يشغله خادم عنده، يبيعه، يعمله، أصبح عبد له. ففيها عدة حاجات إن يوسف عليه السلام قد سرق، فقال لهم أنتوا يعني شر الإخوة يعني. فخرجوا خلاص، قالوا له واحد بقى أخوهم الكبير، قال طبعا تذكر وعده لأبوهم يعقوب عليه السلام، فقال له خد أي حد مننا، لكن ده لا يعني احنا اخدين عهد ومواثيق على أبينا ان احنا نردوه سالما. يوسف عليه السلام قال لهم أحاشا لله، ازاي أنا أخد واحد بريء في مكان هذا السارق وهو يريد أن يظل أخوه؟ لا، القوانين عندكم ايه؟ قالوا جزاء السارق فجزاؤه هو، يعني هو اللي بيسرق جزاؤه ان هو صاحب السرقة ياخد. فقال له أنا هطبق قوانينكم، وطبعا هو يوسف يعلم القوانين الموجودة عنده، طبق قوانينهم واحتجز بنيامين اللي هو أخوه. ورجعت القافلة وقالوا خلاص احنا هنقول لأبونا، واسأل القرية واسأل العير، واحنا ما ظلمناش بنيامين. كل اللي حصل ان بنيامين سرق، إن ابنك قد سرق، يعني وروحوا قولوا لأباكم إن ابنك قد سرق. فرجعت القافلة، فطبعا حزن يعقوب عليه السلام حزنا شديدا وابيضت عيناه، وقعد يقول مش أسفا على بنيامين ده، تذكر كمان يوسف عليه السلام وأسفا على يوسف. قعد الإخوة بقى الغيظة بتتخذ.
تالله ما زلت تذكر يوسف. يوسف إيه الوقت ده ميت بقاله يمكن أو 30 سنة أو رحل أو كبر، أو ما احنا ما نعرفوش هو حصل إيه. يعني أنت لسه بقالك أكتر من 30 سنة بتذكر يوسف. فبرضو الغضب ملت قلبهم. فقعد يعقوب عليه السلام إن ابيضت عيناه من الحزن، ويقال إن هي المياه البيضاء اللي بتعمي البصر. رجع قال لهم ارجعوا وتحسسوا خبر اخوكم الاثنين. هو قاعد يدعي ربنا ان الاثنين يجوا. هتلاقوا وهتوجدوا يوسف وهتلاقوا بنيامين. ازاي هنلاقي يوسف ارجعوا للمكان، ارجعوا الى مصر تاني وتحسسوا. فطبعا رجعوا لمصر، وذهبوا للعزيز اللي هو اخوهم يوسف، وقالوا له إن أبانا أبيضت عيناه من الحزن، وأبانا كذا وأبانا كذا، هات البنيامين. واحد من إخواته صمم إنه يقعد في مصر مش ماشي إلا لما أخوه يرجع معه. فطبعا يوسف عليه السلام أظهر نفسه إليهم وقال لهم إن يوسف ارجعوا إلى أبيكم وألقوا القميص هذا على وجهه. العلم بقى أثبت حديثا زي ما قرأت إن العرق اللي موجود لما مسح به يعقوب عليه السلام بصره، ارتد بصيره. يقول في مادة في العرق بتاع الإنسان لو وضعت في العين والله أعلم بتشيل المية البيضاء. فرجعوا إلى أباهم وأخبروه أن يوسف بخير وبنيامين بخير، فعادوا جميعا. وتحققت رؤية يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وأجلس أبويه على العرش. وطبعا عادت الأسرة وإخواته تراجعوا وأبدوا الندم على ما فعلوه بيوسف. وقالوا إن أنت أهل كرم فسامحنا واغفر لنا، فسامحهم يوسف عليه السلام. هنا زي ما قلت لكم إن في القصة، إن في قصصهم عبرة. إن في القصة هنا كذا عبرة. أولا معاملة الأبناء كلهم معاملة واحدة. ثانيا إنك لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. ما تيأس أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ثالثا اللي في مكانه وضيعة لا تحسب إنك هتفضل فيها، إن شاء الله سيرفع الله قدرك وقيمتك. آخر حاجة التوبة، إن الإنسان اللي ما يصرش على المعصية يغفر له الله سبحانه وتعالى ما تقدم له من ذنبه وما تأخر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.